فوزية. نعم يا حبيبي. كنت عايزة أطلب منك حاجة يا فوزية. يا خراشي، تطلب حاجة بس؟ ده أنت تأمرني. كنت عايز الدهب بتاعك. بس كده؟ من عينيا يا حبيبي. فوزية. نعم يا حبيبي. اعملي لي كوباية شاي. بس كده يا حموكشتي، أحلى كوباية شاي. دي الحلاوة دي. أقول لك يا فوزية، أنا كنت عايزة أطلب منك طلب بس خايف لا تزعلي. أزعل منك أنت يا حبيبي؟ أؤمرني. أنت عارفة إن الشقة كبيرة علينا، والشقة 3 أوض وصالة، فأنا بقول لو أتجوز وأجيبها تعيش معانا هنا، عشان أنت عارفة بقى أزمة السكن، والسكن غالي. بس كده؟ اتجوز يا حبيبي وماله. إيه ده، أنت بتتكلمي جد يا فوزية؟ يعني مش هتزعلي؟ لا طبعا يا حبيبي، اللي يفرحك يفرحني. ده انا كمان كل اسبوع كده هاخد العيال واروح اقعد يومين عند امي، عشان تاخدوا راحتكم كده في الشقه وتنبسطوا. ده بجد يا فوزية، انت الزوجه المثاليه. حبيبي يا حموكشه. نعم يا حبيبي، عايز حاجه؟ اجيب لك حاجه تاكلها او تشربها؟ لا يا فوزية، مش محتاج حاجه، ده انت مظبطانا على الاخر اهو، بيتزا وشاي. امال عايز ايه يا حبيبي؟ امي كلمتني يا فوزية وقالت لي ان هي تعبانه شويه النهارده، فانا بقول يعني لو تاخدي بعضك كده وتروحي لها تروقي لها وتطبخي لها وتظبطي لها الدنيا يعني هناك لو ما يضايقكيش. بس كده يا حموكشه، من عينيا الاتنين، ده انا هروح اعمل لها كل حاجه يا حبيبي. يا سلام. بخ 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 بخ. الله، ايه ده؟ معقول انت بقيت حلوه كده يا فوزيه؟ لو بتسمعي كل كلامي. حموكشه. انت يا راجل، انت اللي اسمك حموكشه. ايه ده؟ في ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده ياما؟ جرى ايه يا اخويا؟ شفت عفريت ولا ايه؟ ايه ده؟ هو انا كل ده كنت بحلم؟ كنت بتحلم ايه يا اخويا؟ ونيلة ايه؟ وعمال تكلم مين يا اخويا وانت نايم؟ لا ولا حاجه. طب يلا يا اخويا قوم، بلاش كسل، قوم حضر لي الفطار، انا قاعده مستنياك في الصاله. يعني انا معقول كل ده كنت بحلم؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا فوزية.